مرحباً بكم جميعاً. دعونا نتعمق في موضوع قد يبدو عادياً جداً، لكنه في الواقع يمثل عملية بيولوجية معقدة ومذهلة تحدث في أجسادنا في هذه اللحظة بالذات. نحن نتحدث عن قصة حياة شعر الإنسان. على السطح الأمر يبدو بسيطاً، أليس كذلك؟ لكن ما يحدث تحت الجلد هو دراما خفية ومستمرة، حياة، نمو، وفي النهاية موت. لترتيب أفكارنا اليوم سنمر ب5 محطات سريعة. سنبدأ أولاً بدورة حياة هذا الشعر الميت، ثم ننتقل إلى مرحلة التنامي أو النمو، تليها مرحلة التراجع الانتقالية. بعدها سنصل إلى الانتهاء والتساقط، وأخيراً سنتحدث عن الساعة البيولوجية العجيبة للبصيلات. 5 فصول تلخص قصة شعرة واحدة. حسناً، لنبدأ بالقسم الأول، دورة حياة الشعر الميت، وكيف يمكن أن تكون هناك دورة نشيطة جداً لمادة هي ميتة بطبيعتها. المفارقة هنا غريبة بعض الشيء، فالشعر الذي نراه فوق الجلد هو علمياً مجرد مادة ميتة، لكن رغم ذلك يخضع جسمنا هذه المادة لدورة حياة منظمة للغاية ولا تتوقف أبداً. ببساطة، الشعر الذي ينمو لدينا الآن ليس هو نفسه الذي ولدنا به. وهذا يقودنا إلى رقم يومي قد يفاجئكم: من 50 إلى 100. يفقد البشر ما بين 50 إلى 100 شعرة كل يوم، والجزء الأغرب نحن حرفياً لا نلاحظ ذلك على الإطلاق. إنه تساقط مستمر وجزء طبيعي جداً من تلك الدورة الدقيقة التي تعمل خلف الكواليس بصمت. وبالمناسبة، هذا يفسر لنا أمراً مهماً ويدحض خرافة شائعة للغاية. بما أن الشعر المرئي ميت، فإن قصه أو حلاقته لا يؤثر إطلاقاً على سرعة دورة النمو البيولوجية أو كثافتها. نحن فقط نقصر مادة ميتة، هذا كل شيء. لكن عندما نلجأ لطرق مثل النتف أو استخدام الشمع أو الخيط، فالأمر يختلف تماماً. نحن هنا ندخل تحت الجلد ونؤثر بشكل مباشر على البصيلة الحية، مما يغير من دورة النمو بأكملها. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، التنامي أو مرحلة النمو، وهي الأساس الفعلي لطول الشعر. هنا يبدأ العمل الحقيقي، حيث تنمو الشعرة وتكتسب شكلها وخصائصها بقوة. في هذه المرحلة الحيوية ينمو الشعر بمعدل يقارب 1.25 سم كل شهر، لكن الأرقام المذهلة حقاً تتعلق بالمدة التي يستغرقها هذا النمو. فبالنسبة لشعر الرأس تستمر هذه المرحلة من 4 إلى 6 سنوات متواصلة. ومن حسن الحظ أن أجسامنا ذكية جداً، فشعر الجسم له فترات النمو أقصر بكثير، وهذا يفسر ببساطة شديدة لماذا لا نرى حواجبنا تنمو لتصل إلى ركبنا مثلاً. السر وراء هذا الاختلاف يكمن في طريقة استجابة البصيلات. لنأخذ هرموناً مثل الديهيدروتستوستيرون أو اختصاراً الDHT. في حالات الصلع يقوم هذا الهرمون بتقصير مرحلة النمو ويجعل بصيلات الرأس تضمر، لكن المفارقة العجيبة هو نفسه الهرمون الذي يعمل كوقود يحفز نمو شعر الصدر واللحية. وطبعاً يجب ألا ننسى أن عوامل أخرى كالتوتر الشديد وسوء التغذية والتقدم في العمر يمكنها أن تنهي هذه المرحلة الحيوية قبل الأوان. وهذا يأخذنا إلى القسم الثالث، التراجع أو المرحلة الانتقالية. دعونا نسميه إغلاقاً تاماً لمدة أسبوعين. فجأة تتوقف تلك الطاقة الصاخبة لمرحلة النمو، وتبدأ الشعر في الاستعداد لنهاية رحلتها. ما يحدث هنا عبارة عن آليات بيولوجية في غاية الدقة. في غضون أسبوعين فقط تقوم الشعرة حرفياً بقطع علاقتها مع مصدر الحياة. الخطوة الأولى هي الانفصال التام عن الأوعية الدموية والحليمة الأدمية، وبمجرد حدوث هذا الانفصال ينقطع تدفق الأكسجين والمواد المغذية تماماً، والنتيجة النهائية يتوقف نمو الشعر بشكل كلي. هذا الإغلاق التام هو خطوة ضرورية تمهد لما سيحدث تالياً. نصل الآن إلى القسم الرابع، الانتهاء والتساقط أو فترة الراحة والتحرر. بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل والنمو ثم الإغلاق السريع، تدخل البصيلة في حالة من السبات العميق. دعونا ننظر إلى هذا الجدول الزمني لنستوعب الصورة كاملة. تخيلوا معي
رحلة تبدأ ب4 إلى 6 سنوات ضخمة من النمو، يتبعها أسبوعان فقط من التراجع والانفصال المفاجئ، لتنتهي الأمور بفترة راحة تستمر ل3 أشهر كاملة. تحول دراماتيكي حقاً من النشاط المحموم والمستمر إلى الهدوء التام. لكن في بعض الأحيان هذا الهدوء لا يسير كما هو مخطط له. هناك حالة طبية تعرف باسم تساقط الشعر الكيربي، وتظهر ببساطة كترقق ملحوظ في الشعر ناتج عن فترات تساقط طويلة وشديدة مع امتداد فترة الراحة بشكل غير طبيعي. وفقاً للمصادر، هذا الخلل هو في الواقع صرخة استغاثة أو جرس إنذار من الجسم، وقد يكون ناتجاً عن إجهاد نفسي شديد أو نظام غذائي سيء أو حتى نقص في الفيتامينات والمعادن. بطبيعة الحال فترة الراحة هذه لابد أن تنتهي يوماً ما. مرحلة التساقط هنا هي ببساطة عملية تسليم بيولوجية في غاية السلاسة، يمكننا اعتبارها امتداداً لمرحلة الانتهاء، حيث يتم التخلص من الشعر القديمة الميتة وتحريرها لتسقط، وفي نفس الوقت تماماً تنمو الشعر الجديد بالكامل تحتها لتبدأ دورة التنامي والنمو من الصفر مرة أخرى. حسناً، ألا يثير هذا تساؤلاً منطقياً جداً؟ القسم الخامس، الساعة البيولوجية للبصيلات، أو السؤال الأهم: لماذا لا نصلع جميعاً دفعة واحدة؟ يعني إذا كان الشعر يمر بدورات تساقط مبرمجة، فلماذا لا يسقط شعر الرأس بالكامل في يوم واحد كل بضع سنوات لتبقى الرؤوس خالية تماماً لمدة 3 أشهر؟ الإجابة تكمن في حقيقة علمية مذهلة حقا. كل بصيلة شعر نتعامل معها هي بمثابة عضو صغير معقد ومستقل تماماً عن البقية. إنها تعمل وفقاً لساعتها البيولوجية الخاصة ولا تتزامن أبداً مع البصيلات المجاورة لها. هذا الاستقلال الفردي لكل شعرة هو بالضبط ما يضمن عدم تساقط كل شعرنا في وقت واحد. لكن ورغم هذه الاستقلالية المدهشة، هناك أنماط عامة غريبة تلعب دوراً. اكتشف باحثون سويديون اختلافاً مثيراً للاهتمام بين الجنسين، حيث وجدوا أن معدلات دخول الشعر في مرحلة الانتهاء أو الراحة ترتفع لدى النساء بشكل ملحوظ خلال الشهر يوليو مقارنة بالرجال. وبما أننا عرفنا أن مرحلة الراحة تستمر ل3 أشهر، فمن المنطقي أن هذا الشعر الذي بدأ يرتاح في الصيف يميل للتساقط بكثافة لاحقاً في الخريف، وتحديداً في أكتوبر أو نوفمبر. وهذا يتركنا أمام لغز أخير ومثير للتأمل. إذا كانت كل بصيلة شعر تعمل كعضو صغير مستقل تماماً وتتبع ساعتها الخاصة، فلماذا لا يزال تساقط الشعر البشري يحاكي بشكل أو بآخر تساقط أوراق الخريف في الطبيعة؟ إنه تذكير رائع بتلك الإيقاعات البيولوجية العميقة التي تنبض في صمت تحت جلودنا. فهم هذه الدولة المعقدة يجعلنا بلا شك نقدر الآلية المذهلة والمستمرة التي تعمل بها أجسامنا. شكراً لمتابعتكم، ونلقاكم في شروحات قادمة.